هل تعلمون ما هي أفضل أيام الدنيا؟ إنها العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام. رواه البخاري. دعونا نتعرف على أهم ما يستحب في هذه الأيام المباركات. أولا، الاستغفار والذكر، لما قال سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثانيا، الذكر والدعاء، لما قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وأهم ما يستغل في هذه الأيام ذكر سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. رابعا، تلاوة القرآن الكريم. تلاوة القرآن الكريم كل حسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، والقرآن الكريم شفيع لأصحابه يوم القيامة. رابعا، صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. رواه مسلم. وأهم من ذلك كله النية الصادقة والاجتهاد بالقلب قبل الجوارح، لما قال سبحانه وتعالى: والباقيات الصالحات خير. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.